صديقي المطحون وطالع عينه في الثانوية العامة. خلاص يا صاحبي، كانت كلها كام يوم وهتعدي فترة عيش فيها الحلوة والمرة، وفي الآخر الفترة دي كلها على بعضها هتبقى مجرد ذكرى. ولكن عشان نخلي الذكرى دي حاجة نفتخر بيها ومش نندم عليها طول حياتنا، لازم يكون عندنا دايما أساسيات نعملها قبل الامتحان وجوه الامتحان وبعد الامتحان. حاجات أساسية لازم تحصل في كل امتحان هنعدي عليه الفترة اللي جاية عشان تبقى داخل في أفضل حالاتك النفسية والذهنية، ونقلل التوتر على قد ما نقدر في اللجنة. وعشان ما نطولش عليكم هنبدأ أولا بالحاجات اللي لازم نعملها قبل أي امتحان نعدي عليه. أولا اليوم اللي قبل الامتحان على طول لازم يكون لآخر ليلة من مراجعات ليالي الامتحان بتاعة المدرس اللي أنت مشترك معاه، على قد الحل اللي هتاخده مع المدرس في اليوم ده ومراجعة الملخصات بتاعتك وبس. اوعى تحل حاجات صعبة ولا أفكار جديدة، عشان ده هيقتل ثقتك في نفسك بطريقة أنت مش متخيلها والله، وبجد هتعيش وقتها أسوأ لحظات حياتك من التوتر والقلق. ثانيا بقى في آخر اليوم لازم تكون مجهز حاجتك اللي هتاخدها معاك في لجنة الامتحان الصبح، من أقلام لهدوم كل حاجة بقى اللي أنت هتاخدها. وطبعا من أهم الحاجات اللي ناس كتير بتنساها وهي إنك تجيب معاك ساعة. في لجنة الامتحان مش بيبقى في ساعة على الحيطة ولا بيبقى في أي طريقة تعرف بيها الوقت غير إنك تسأل المراقب، وطبعا المراقب مش هيدانه قاعد لك يرد عليك حضرتك. فدايما الأفضل خد معاك ساعتك عشان مش تتاخد على غفلة وأنت في الامتحان وتلاقي الامتحان وقته خلص وأنت مخلصتش غير النص. وبرضه للمعلومية الدنيا بتبقى نار في اللجنة، فلو تعرف تجيب معاك المروحة الصغيرة دي تبقى رايق، بجد والله رايق. برضه للمعلومية من أكتر الحاجات اللي بتخلي الواحد يتوتر إن الجو نار، فهات لك مروحة صغيرة كده تحطها قدامك وعيش. ثالثا بقى لازم تكون نايم على الاقل من 7 ل 8 ساعات قبل الامتحان، واوعى تسهر لان الموضوع ده هيأثر على تركيزك الصبح وهيخليك متوتر بدون اي داعي. رابعا اول ما تصحى من النوم قبل الامتحان في 4 حاجات عايزك تعمله. اولا لازم تكون ظابط منبه قبل الامتحان على الاقل بساعتين عشان تتجنب التوتر اللي ممكن يحصل لك لو صحيت قبل الامتحان على طول. وبرضه هتلاقي نفسك متصربع، حابه تروح الاوضه دي وحابه تروح الاوضه دي، مش عارف لنفسك ملة. تاني حاجة بقى وهي إنك تقوم تصلي وتذكر ربك أول ما تصحى من النوم. حرفيا الموضوع والله راحة أنت مش متخيلها. أنا لحد دلوقتي فاكر الإحساس قبل الامتحان ده وأنا قاعد بصلي وبذكر ربنا وحاجة، إحساس حاجة دمار. تالت حاجة كل حاجة خفيفة، مثلا سندوتش جبنة، سندوتشين جبنة يا عم، هتاكل 3 أنت مفجوع بصراحة، مش للدرجات دي. برضه لو عندك عسل أبيض يا لهوي حاجة دمار، خد لك معلقة ولا معلقتين منه قبل الامتحان، هتلاقي تركيزك في اللجنة بقى كويس جدا ومش هتحس بخمول. 4 بقى وآخر حاجة وهي اوعى تراجع قبل الامتحانات أي حاجة. ازاي يعني يا زيزو؟ هقول لك يا سيدي. بص يا معلم، انت كل المطلوب منك انك تلف بعينك على مراجعات ليالي الامتحان سريع كده، الحل اللي انت حليته مع اللي انت ذاكرته، وتراجع مراجعة سريعة على ملخصات المنهج. ولكن تحاول تدخل لنفسك حاجات جديدة، شكل أسئلة جديد، حاجات في المنهج انت مش كنت مذاكرها، هتتوتر وهتعيش أسوأ لحظات حياتك والله في الوقت ده. وغير كده هتنسى القديم اللي انت كنت مذاكره وهتشك في مذاكرتك. نيجي بقى لأهم جزئية في الفيديو كله وهي وانت قاعد في اللجنة بتمتحن وانت بتمسك ورقة الامتحان، حاول تدور على أسهل جزئية بالنسبة لك وابدأ بيها. هتلاقي نفسك واحدة واحدة بدأت تاخد الثقة، وانت مش محتاج غير 10 دقايق بس عشان تنغمس في الورقة وهتلاقي نفسك أخدت الامتحان رايح جاي كده. بص، ولو في سؤال وقف معاك فمش اديله أكتر من دقيقتين ل3 دقايق، أكتر من كده هتلاقي نفسك بدأت تاخد 10 دقايق في سؤال ملوش لازمة الدرجة ولا الدرجتين عادي. وغير كده التوتر هيبدأ ياكلك واحدة واحدة، انت كل ما تقعد في السؤال أكتر كل ما التوتر قاعد عمال يزيد. ولو لا قدر الله الموضوع باظ معاك واتوترت فعندي ليك حتة طريقة تخلي التوتر ده يختفي. ركز معايا. بص بقى يا سيدي، كل اللي هتعمله هتاخد نفس 4 ثواني بمناخيرك، 4 ثواني احفظهم في صدرك، 6 ثواني تطلعهم من بقك. تملي معاك، تملي معاك يا حبيب قلبي، تملي معاك. نفذ بقى الموضوع ده 4 مرات 3 مرات هتلاقي نفسك التوتر راح خالص والله. ودايما من الحاجات الأساسية اللي لازم تبقى معاك في الامتحان وهي المية. المية بتقوي تركيزك وبترجع ضخ الدم تاني للمخ، فتلاقي نفسك بدل ما تقرا السؤال 10 مرات تقراه مرة واحدة وتفهمه.
نيجي بقى للنقطة الأخيرة في الفيديو بتاع النهاردة، وهي بعد ما تطلع من الامتحان إن شاء الله مجبور الخاطر بإذن الله. بص، اوعى تراجع أي حاجة من المادة مهما حصل، واطلع من لجنتك على البيت على طول، لأنك من اللي هتسمعه من الطلبة اللي خلصت الامتحان زيك هتحس إنك جاي ملحق والله. فروح وانسى كل اللي حصل وركز على الامتحان اللي جاي، حتى لو لا قدر الله عرفت أو حسيت إن أنت حليت وحش فدايما عندك فرصة تعوض في الامتحان اللي بعده. وخلي الامتحان ده دايما يكون دافع ليك إنك تسد نقط ضعفك في الامتحان اللي بعده، وما تغلطش نفس الغلطة اللي غلطتها في الامتحان اللي فات. في الآخر يا صديقي فاضل كام يوم، والكتب اللي أنت بتشوفها أكتر من أهلك دي هتبقى مجرد ذكرى. بعد سنة من دلوقتي مش هتفكر الامتحان كان سهل ولا صعب، ومش هتفتكر عدد الساعات اللي ذاكرتها، ولا هتفتكر الليالي اللي أنت صفرتها، ولا الغلطات اللي أنت عملتها، ولا هتفتكرني أنا شخصيا. في الآخر هتفتكر حاجة واحدة بس: هل عملت اللي عليك فعلا، ولا كنت قادر تعمل أكتر من كده بس أنت اللي قصرت؟ عشان كده من النهارده ولحد آخر امتحان ما تفكرش في النتيجة ولا في التنسيق ولا في المجموع. فكر بس في حاجة واحدة: إن كل يوم هنام وأنا عارف إني عملت اللي أقدر عليه. ولو عملت كده فمهما كانت النتيجة عمرك ما هتندم والله. في الآخر يا صاحبي ممكن المجموع يفرحك بإذن الله، أو ممكن يزعلك، لكن الحاجة الوحيدة اللي هتخليك تنام مرتاح بعد النتيجة هي إنك تكون عارف فعلا إنك سعيت وعملت اللي عليك. ودايما افتكر قول الله عز وجل في كتابه الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وكان معاكم زيزو، أشوفكم في فيديو تاني. السلام عليكم.